ازيكم؟ انا مطلقة وكنت بتواصل مع طليقي عشان خاطر حقوقي وحقوق ابني. يعني لما كنت بحتاج حاجة منه كنت بتواصل معاه واكلمه، لقيته بيقول لي لا، انتي ما كلمنيش تاني بعد كده، خدي رقم مراتي وكلميها، ولو انتي عايزة حاجة قولي لها على الواتس وهي تتواصل معايا وتقولي. طبعا انا ما عجبنيش الكلام ده، لان انا اصلا سبب الطلاق ما بيني وما بينه هي، لان انا حذرته منها كتير وقلت له يبعد عنها، وهي دلوقتي اتجوزته وانا اللي اتطلقت. فانا مش حابه ان انا اتواصل معاها. كان ممكن يقول لي مثلا خدي رقم اختي، ولو انت هتبعتي لاختي اللي انت عايزاه واختي هتيجي تقول لي، ولكن هو ما عملش كده عشان لعده اسباب. اول سبب فيهم ان انا لما اكون عايزه حاجه واتواصل معاه ما يكونش هي، لان انا اصلا ما بطيقهاش. ثانيا عشان خاطر ابني اوقات اكلمه، فانا مش عايزه يكون وسيط ما بينهم هي. وتالت حاجه والاهم، ان انا اصلا في حاجات بتكلم فيها انا وهو ما بتكسفش منه، يعني كانه مثلا زي جوزي، اللي هو كانه زي ايام لما كان جوزي كنت بتكلم معاه كده كلام مباشر، مش محتاج ان انا اي حد يعرفه غيرنا احنا الاتنين. يعني ليه اصلا مراته تعرفه؟ يعني ولا حتى اخته، لو حتى اخته هتقول انا هبعت لها حاجه، ما ينفعش ان انا حاجه زي دي. اللي هو انت ازاي وافقت حاجه زي دي؟ يعني نعم انت بقيت طليقي، بس في كلام كانك كنت لسه جوزي، يعني اقوله لك وما كسفش منك. يعني انا مش عارفه انت ازاي اصلا بتعمل كده. اللي هو انت بتغيظني يعني مثلا ان مراتك الجديده هي اللي ترد عليا وتكلمني، ولا انت عايز تبين ان انا ماليش مكانه في قلبك زي الاول وان انا ما بقتش فارقه معاك؟ فانا مش عارفه والله، هل هو التصرف اللي هو عمله ده صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت انا مش عارفه ايه اللي بيعمله ده. فانا ما لقيتش غير ان انا ابعت لحضرتك عشان حضرتك تفيدني والناس اللي عندك تفيدني في التصرف اللي بيعمله طليقي ده. يعني انا حاسه ان هو غريب جدا. يعني انا لما احب اتواصل معاك عشان خاطر ابني او في حاجه عايز اقول لك عليها، المفروض ان انا يبقى في بينا وسيط. فيا ريت حضرتك تقول لي والناس اللي عندك تفيدني، عشان انا نفسيتي تعبت من الموضوع ده. خليني في البدايه افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تقول رايك في الكومنتات وتعمل لايك وشير. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص أنا هكلمك بصراحة ويا ريت ما تزعليش من الكلام اللي بقوله لك ده، عشان ده الصح. هو ما فيش حاجة اسمها كأنه كان جوزي. يعني أصلا ما فيش حاجة اسمها تواصل خاص. انتي طالما اتطلقتي زيه زي أي واحد غريب ما تعرفوش، يعني بيتقال عليه كده اهو كأنه واحد أجنبي. التواصل ده ما فيش منه خالص. انتي بقى شايفة ان هو عشان طلقك وخد التانية اللي انتي حذرتيه منها كتير جدا، فانتي ممكن بقى لو حابة ان انت ليكي رغبة ان انت ترجعي له، ممكن تخلي مثلا اخته او تتواصلي مع مامته وان انتوا ترجعوا لبعض تاني. ولكن بقى جزئية ان نتكلم خاص واقول كلام انا وهو بس اللي اقدر اقوله له مباشر وما اتكسفش منه، اللي انت بتعمليه ده غلط. هو الراجل قالك كده وشاف ان ده الحل الانسب عشان ينهي الحوار، لان ممكن يكون جايز انت بتقولي كلام هو ما يصحش، فهو شاف ان لا ما ينفعش، احنا مطلقين، ما ينفعش يبقى في بينا حوار زي كده. واصلا ما فيش اصلا ان انت تتعاملي معاها على الخاص، دي خلاص انتهت. فانا بقولك وبمنتهى الوضوح جدا، انت لو شايفه ان انت خسرتي جوزك، لا خلي وسيط ما بينكم وان انتوا ترجعوا لبعض. لكن انت بقى شايفه ان هيبقى في تكبر والكلام ده، خلاص مفيش تواصل ما بينكم. هو اكيد هيبعت لك المطلوب منه عشان خاطر حقوق ابنك وحقوقك، وبترجع لك بقى اذا كنت محكمه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يعني تواصل ما بينه لا، هو ابنه عايز يكلمه، لو ابنك كبير شويه يتواصل معاه دايركت على طول يكلمه. لكن هو لو كان صغير حدد له مثلا يوم فيه يكلمه او يومين مثلا او ثلاثة زي ما هو ما يحب يكلمه هو. يعني اول ما يتصل تديله التليفون للولد ويكلمه وخلص الموضوع. لكن انت بقى اعتقد ان الموضوع فارق معاك انت جامد، يعني فارق يعني. ولكن ربنا يصلح الحال. يعني لو انت حابة ان انت ترجعي له تاني استخيري ربنا وتوكلي على الله، واللي ربنا رايدهولك هيكون الافضل والاحسن ليكي. واكيد الناس طبعا ليها رأيها في الكومنتات، وانا بتابع كومنتات الناس وبرد على كل الكومنت بتاعت الناس.